لقيت عقد جواز عرفي في جيب ابني. ابني اللي لسه بيعتمد عليا في مصروفه. بقالي اسبوع لا عارفه افكر ولا عارفه اكل ولا عارفه اشرب ولا عارفه حتى انام. مش قادره استوعب اللي شفته. مساء الخير. صاحبة مشكلتنا بعتة بتقول أنا زوجة وأم ل3 أولاد. حياتي عادية، بيتنا عادي زي أي بيت. أنا وأبوهم عمرنا ما قصرنا في حاجة، كل اللي نقدر نعمله عملناه في حدود استطاعتنا وإمكانياتنا. عمرنا ما خبينا عن بعض حاجة كبيرة. إحنا أسرة مترابطة، أو أنا كنت فاكرة كده. لحد من أسبوع بغسل بنطلون ابني اللي في رابعة كلية، لقيت في جيبه ورقة متطبقة. في البداية قلت ده يمكن ورقة من بتوع الكلية ولا وصل ولا أي حاجة. لما بفتحها وبشوفها كانت المصيبة والكارثة. ورقة جواز عرفي. ورقة جواز عرفي باسم ابني وماضي عليها، هو وبنت تانية. فضلت بصة للورقة ومش مستوعبة، مش قادرة أصدق اللي أنا شايفاه. أقراها وأقفلها وأعيد أقراها تاني، مش قادرة، دماغي وقفت. مش عارفة أعمل إيه. بقالي أسبوع لا باكل ولا بشرب ولا بنام، ولا حتى قادرة أستوعب اللي شفته. ما ابني ده لا بيشتغل ولا بيصرف على نفسه ولا مجهز حاجة للجواز ولا عمل أي حاجة أصلا، هو مجرد طالب. خايفة يكون معلق البنت التانية دي بيه ومنتظرة خطوة رسمي. وخايفة على بناتي. المصيبة إن أنا عندي بنتين أصغر منه. مرعوبة على بناتي، خايفة أواجه وخايفة أسكت البيت يتهد، وخايفة أقول لأبوه مش عارفة إيه اللي هيحصل ولا ممكن يتصرف إزاي. هتجنن، مش عارفة أعمل إيه. بص يا ست الكل، أولا ربنا يعينك، لأن بجد وحقيقي مشكلتك كبيرة جدا. وأنا كأم والله حاسة بيكي وقادرة أحس اللي أنت حاساه. بس اللي مطمني في الموضوع ده كله شخصيتك. أنت أم حكيمة وعاقلة. لأن واحدة تانية غيرك في الظروف اللي زي دي كان زمانها كسرت الدنيا. لكن أنت بقالك أسبوع ومع ذلك هادية وبتفكري وبتحاولي تدوري على حل ما يهدمش بيتك، فده في حد ذاته يطمني. اقعدي مع ابنك الأول وتكلمي معاه، اقعدوا قعدة أصحاب، كلميه بوضوح وبهدوء. حطي الورقة قدامه وشوفي منه تفسير لده. ده مجرد طيش شباب. يعني هي مثلا بتقول له انا في عريس بيتقدم لي وخايف، وهو خايف تخسره فضغط عليها وعشان تثبت له بتحب عمله ده، ولا الجواز تم فعلا؟ لو هو مجرد طيش شباب انصحي وتكلمي معاه وواعيه. عرفيني لو بيحبها هيخاف عليها ويحافظ عليها، وان ما ينفعش يحطها في موقف زي ده. وخديها فرصة وشجعيه انه يشتغل ويقف على رجله علشان يعرف يتقدم لها رسمي. اما بقى لو الجواز حصل فعلا، فانا شايفة ان ساعتها هتضطر تدخلي والده. بس ما تتكلميش مع والده قبل ما تكوني ملمة بالموضوع كله. وتختاري الوقت الهادي وقت يكون فيه هادي علشان تعرفي تتكلمي معاه، بدل ما يقلب البيت كله على دماغكم. انا شايفة كمان في موضوع الاب بصراحة ليا رأي. مش كل الاباء تصلح للتدخل. برضو انت اضرب جوزك. لو جوزك من النوع الحكيم المسؤول السند اللي تدخله هيصلح الدنيا، وخصوصا ان هو راجل وهيفهم ابنه اكتر وهيعرف يحتويه اكتر، ساعتها دخلي. لكن في ابهات الحقيقه تدخلهم بيجيب نتائج عكسيه تماما. يمكن يستسهل ويطرده من البيت او يضيع مستقبل ابنه. لو الاب مسؤول وسند، خليه يشاركك في المصيبه دي. لو غير كده وهيجيب نتائج عكسيه، ما انصحكيش. اتكلمي مع ابنك، ولو كان الجواز حصل فعلي والاب مش مسؤول او ممكن يجيب نتائج عكسيه زي ما قلنا، ساعتها اتكلمي مع ابنك وحاولوا بقى، وقابلي البنت وليكي نظرة فيها برضه. قابلي البنت واتفقوا واقنعي، وحاولي تقنعي والده انكم تخطبوها له من باب تحفزوه انه يشتغل ويبقى عنده هدف يسعى له كده. بس لو ده حصل تبقى مجرد خطوبة، تسمحولوش ينفرد بيها.
وربنا يعينك بجد، لأن المشكلة كبيرة. بس أنا واثقة في دماغك وفي حكمتك. شاركوها في التعليقات، مستنية رأيكم. أنا صافي، ودي كانت حلقتنا النهاردة.